يا ترى هل جربت الفشل أكتر من مرة في حاجة معينة فبطلت بعدها إنك تحاول تاني؟ مش بس كده، ده حتى لو جاتلك فرص معينة تانية في حياتك ممكن تقوم قايل لنفسك أنا خلاص جربت قبل كده ومفيش فايدة. لو ده بيحصل معاك فده اسمه العجز المكتسب. يعني ايه العجز المكتسب؟ العجز المكتسب بتوضحه اكتر التجربة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. لما احد علماء النفس عمل تجربة على كلاب معينين في وقت ما كانت لسه التجارب الحيوانية شائعة. ربط الكلاب في قفص كهربائي وكان بيصدر صدمة خفيفة. الكلب ما كانش بيقدر يهرب من القفص بسبب الصدمة الكهربائية الخفيفة دي. وبعد شوية شال الرباط اللي بيعمل الصدمة الكهربائية والكلب بقى يقدر يهرب خلاص، بس في الحقيقة هو ما حاولش يهرب. ليه؟ لأنه اتعلم إن مفيش فايدة، إنه مهما حاول الألم مش هيقف. هو تصور كده. طب واحنا كبني آدمين بنعمل إيه؟ بنمر أحيانا بنفس اللي حصل في التجربة دي. يعني كل ما بنحاول ننجح ونبدأ بعدها نفشل، أو نبدأ بعدها نتكعبل، أو نبدأ بعدها نتهاجم من الناس اللي حوالينا، فتبدأ تحصل لنا آلام معينة. ممكن في الآخر نوصل لقناعة إن أنا مش نافع، أنا مش قدها، دي مش بتاعتي. حتى لو جت فرصة جديدة أحيانا بنهرب منها أو نرفضها أو نكسل، لأن دماغنا اتعلمت العجز بسبب الخوف من الألم. لو خدنا أمثلة من حياتنا اليومية هنلاقي إن طالب مثلا حاول ينجح في مادة صعبة، جاب درجات ضعيفة مرتين، فقد الأمل وبقى ينجح بالصدفة بعد كده. أو واحدة تقدم لها شخصين ورفضوها، قررت إنها مش جذابة وإنها مش هتتجوز تاني، وبدأت إن هي ترفض أي فرصة تانية للزواج. أو موظف اترفض في أول شغلانتين فقام قايل لنفسه أنا أصلا فاشل، مع إن المرة التالتة كانت ممكن تكون دي الفرصة المناسبة الحقيقية ليه. إحنا أحيانا بنعمم التجارب على نمط حياتنا ككل، وبننسى إن كل ظرف أو بننسى إن كل فرصة هي ليها الظروف الخاصة بيها. ما ينفعش إن إحنا نعمم. مش معنى إن أنا فشلت مرة أو اتنين إن أنا هفشل كل مرة، زي ما مش بالضرورة لو أنا نجحت في مرة أو اتنين برضو إن أنا هنجح كل مرة. كل فرصة وليها نمط وليها ظروف مختلفة. في دراسات بتقول من جامعة ييل مثلا، في دراسة اتعملت لما طلبوا من مجموعة طلبة حل مسائل صعبة جدا، واللي فشلوا في الأول اتراجع أدائهم حتى في الأسئلة السهلة بعدين. يا ترى ليه؟ مش لأنهم مش فاهمين الأسئلة السهلة اللي بعدين، ولكن لأنهم اتعلموا الإحباط وعقلهم استسلم. عشان كده الخلاصة إنك لو فشلت كام مرة ما تصدقش إن الفشل ده هو حقيقتك. العجز المكتسب مجرد وهم اتزرع في دماغك بسبب تكرار الألم. افصل بين التجربة والنتيجة واسأل نفسك، هل أنا مش قادر فعلا، ولا أنا خايف أجرب تاني بسبب الآلام المتوقعة من دماغي اللي مش شرط تكون حقيقية؟ لو عرفت ان العجز المكتسب مجرد خدعة نفسية، ممكن تكون دي اول خطوة حقيقية ناحية قوتك اللي لسه ما ظهرتش.